تفتكر لما تبعت ايميل واحد انت كده خلاص عملت اللي عليك؟ ايوه طبعا، ايميل واحد كفايه، لو مهتم هيفتح الايميل. غلط طبعا. تعال بقى اقول لك حملات البريد الالكتروني الناجحه بتبقى عامله ازاي. لو عندك مشروع جديد في التجمع الخامس، اول حاجه تبعتها للعميل اللي في القائمه البريديه المهتم بالتجمع الخامس هي صور المشروع واطلالاته ومميزاته، جنبه ايه وبيبص على ايه. انطباع العميل اللي عايز يشتري بس خايف او متردد ان ده فوتوشوب ومحدش بينفذ حاجه. محتوى الايميل التاني بيبقى النماذج ورسمه الوحدات، الاسعار وانظمه السداد. هنا العميل بيهتم وبيدور على الرسمه اللي تناسبه من غير ما ياخد قرار الشراء. الايميل التالت بيبقى بدء اعمال الحفر او تطورات المشروع. هنا العميل بيصدق. الايميل الرابع بيبقى المرحله نجحت وكله اتباع في المرحله الاولى. العميل هنا بيجري ويبقى عايز يحجز المرحلة التانية بأي شكل. الأربع إيميلات دول بالنسبة للعميل المتردد اللي ما بياخدش قرار الشراء على طول، اللي محتاج يثق في الشركة بتاعتك الأول وفيك أنت شخصيا عشان بعد كده يشتري منك مرة واثنين وثلاثة. يعني مش العميل اللي عارفك واشترى منك قبل كده. الخلاصة، كل رسالة بتوصل معلومة وبتأثر في العميل بشكل مختلف. اللي انت سمعته ده كان جزء من خطة تسويق عقاري كاملة، سيستم متكامل موجود على منصة اي بروكر. تابعني وكل يوم هقول لك معلومة عقارية.